السلام عليكم، مرحبا بكم في الطبخ العامرية. اليوم جبت لكم واحد الشوربة اللي كتجي رائعة بالقرعة الحمراء والبطاطا الحلوة. كتجي قمة في الروعة خوتي العزاز، وكتجي لذيذة بزاف. وشكرا لكم على التشجيعات ديالكم، شكرا لكم على الكومنتيرات ديالكم. تحياتي لخوتي وخواتاتي فين ما كنتو. ندوزو نشوفوا المقادير، وما تنساونيش من لايكات الفيديو واشتراك في القناة والبارطاج، وشكرا لكم بزاف. عندي هنايا جوج حبات ديال البطاطا حلوه، وعندي واحد المورصو ديال القرعه الحمراء، وعندي واحد نص كاس ديال العدس الاورانج او العدس الاحمر. كنقطعو كلشي في واحد الكاسرونه. هاد الشوربه راه كتجي رائعه بزاف، كتجي لذيذه. جربوها، تستحق التجربه. جربوها وردوا عليا في لي كومونتير كيفاش جات معكم هاد الشوربه. راه كتجي لذيذه وخفيفه، ما تقل عليكم ما والو، الفوائد ديالها رائعه. دابا من بعد ما قطعنا هذيك البطاطا مع ديك القرعه، القياس نتو كيبقى لكم نتوما تكثروا ولا تنقصوا. صافي. هذاك العدس عندي غنغسلو، ضروري تغسلوه مزيان، راه كيطلق بحال داك الماء ابيض. غسلوه مزيان وعاودوه حتى يصفى. وغنزيدوه على ديك البطاطا والقرعه وغنرجعوه فوق البوطه. نديروا له الماء ونرجعوه فوق البوطه يطيب. دابا نجيب طنجره واحده اخرى. عندي هنا صدر ديال الدجاج مقطعاه رقيق بزاف كما كيبان لكم في الصوره. قطعته هكا بالموس مزيان. والصدر ديال الدجاج ضروري خوتي العزاز تكونوا مرقدينه في الملحه والحامض باش تجيكم هاد الشوربه لذيذه. الا درتو غير الصدر هكاك ما فيه ما مرقدينه لا بملحه لا بحامض ما تجيكمش لذيذه. ولكن بهاد الطريقه اللي كنشارك معكم راه كتجي قمه في الروعه. كنزيد هنا واحد البصيله خضريه ولا البورو اللي عندكم ديروه. عندي هنا واحد شويه ديال الكرافس، غير العواد الكرافس قطعتهم رقاقين، ماشي الوراق، غير ديك العويدات ديالها. كنزيد هنا واحد جوج ضريصات ديال الثومه. هاد الثومه كتعطيها مذاق وكتعطيها لذه. كنزيد هنا واحد المعلقه كبيره ديال زيت العود ولا زيت الزيتون. عندي هنا واحد المورصو ديال الزبده نوعيه مزيانه، جهد 8 معلقه كبيره. كنزيدو مليحه كتبقى على حسب الذوق، وشويه ديال الابزار حتى هو كيبقى على حسب الذوق. صافي كنرجعو كلشي فوق البوطه باش نشحروا داك الصدر ديال الدجاج مع ديك البصيله مع ديك الزبده. ضروري تشحر مزيان. كيف ما قلت لكم الصدر ديال الدجاج ضروري تكونوا مرقدينه في الملحه والحامض باش يجي فتي داك الدجاج وكيجي لذيذ، كيطلق المذاق لذيذ في هاد الشوربه. صافي كنبقاو نشحروا مزيان حتى كتذوب ديك الزبده ويتشحرنا داك الدجاج مزيان. هاد الشوربه ما تقل عليكم ما والو، وزوينه بزاف لذيذه. بغيتكم تجربوها اخوتي العزاز، جربوها وردوا عليا في لي كومونتير كيفاش جاتكم، ولكن جربوها بهاد الطريقه اللي شاركت معكم. صافي كنستمروا في هذاك الصدر ديال الدجاج مع داك البصيله حتى كتشحر مزيان. دابا من بعد ما شحرناه مزيان كنرويو وكنزيدوه الماء يكون سخون. ما تزيدوش الطنجره، الماء بارد، زيدوها الماء سخون. الماء سخون راه كيخلي الماكله كتجي لذيذه.
ما عمركم تبقاو تزيدوا الماء في اي طياب طيبتوه دائما تبقاو ترويوه بالماء سخون. دابا من بعد ما طابت لنا ديك القرعه وديك البطاطا وداك العدس، دابا ندوزو نطحنوهم. صافي من بعد ما طحناهم دابا نرجعوهم للطنجره. صافي هنا كنخليوها تزيد تكمل الطياب ديالها. عندي هنا واحد 2 معالق ديال الشعريه، 2 معالق بالحساب، غير شويه ما ديروش بزاف. وكنزيد هنايا شويه ديال المعدنوس والقزبور، مكثره في المعدنوس كثر من القزبور. هاد الشوربه راه كتجي شويه خفيفه، ما كتجيش ثقيله بزاف. عندي هنا واحد 8 معلقه كبيره ديال الفرماج الحمر، عرفتو كيعطيها واحد المذاق رائع، كيذوب فيها، كيجيبها لذيذه بزاف. وانتم اي فرماج كتفضلوا ديروا، فرماج المربع ولا داك مثلث اللي عندكم ديروه، حتى هادوك كيجيو زوينين. كنزيد هنا واحد نص كاس ديال القشده الطريه، غير نص كاس، ما كنكثرش منها بزاف. واللي ما تيبغيش القشده الطريه ممكن تحيدوها، ولكن راه كتجيبها لذيذه. صافي الشوربه ديالنا هي وجدات، راه تبارك الله جات رائعه بزاف، تستحق التجربه. دابا ندوزو نقدموها. هانتوما تبارك الله كي جات رائعه بزاف في المذاق، ما نقول لكمش عليها. جربوها وردوا عليا في لي كومونتير كيفاش جاتكم. وما تنساونيش من التشجيعات ديالكم والكومونتيرات ديالكم، قولوا لي الراي ديالكم. وشكرا لكم بزاف. نبدلوا بها في رمضان ان شاء الله. هذه هي الشوربه ديالنا، كتجي على هذا الشكل، كتجي تبارك الله عامره بهذاك ديك التقطعات ديال الدجاج، كتجي رائعه بزاف. وهذا هو الفيديو ديالنا، بسلامه عليكم حتى الفيديو القادم ان شاء الله. دابا نزينوها بشويه ديال الربيع.